ذلك ضحاياهم وقد امر الله نبيه ان يجعل شكرهم على ايتاء الكوثر بان يصلى لربه وينهر. ومن خصائص هذه الايام المباركه الهدايا والزكاه والذبح الهائل بالمسلمين في الانصار المسلمين والاعراف سنه نبي ابيكم ابراهيم ومحمد عليه الصلاه والسلام وعلى جميع الانبياء والمرسلين. فان الله سبحانه شرع هذه ابراهيم حين امره بذبح ابن اسماعيل امتحان الله فبادر بالامتثال امر ربه فلما اسلم وتله للجبين وفديناه بذبح عظيم. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه ان يتبع وان يصلي عيدا في كل مبرور وليتم بلاد المسلمين. ونراهي بعد ان بدا الامام بين يدينا وهزا بفرعها لها في احاديث النبي رواه ابن ماجه وغيره حديث زيد بن ارقم قيل يا رسول الله ما هذه الاواهي؟ قال سنه ابراهيم. فقال له فما لها؟ فقال عليه الصلاه والسلام بكل شعره حسنه. قيل فسر قال بكل شعره يكون حسنه. ورها النبي صلى الله عليه وسلم بقبشين اقربين امرحين احدهما عن محمد وال محمد والاخر عن امه محمد. فقالوا رحمه الله باحياء سنه المصطفى الاخيار. عباد الله والالهيه سنه واجبه على من استطاع واقل ما يكون فيها من الانسان جزء من العام وهو ابن سنه وقيل ابن 18 وقيل ابن 10 سنه والسليم من المعلوم ما هو اول في سنه ودبر في ثانيه. ولا يجوز النهار من المعز والبقر والابل الا سنين. وسنين من البقر ما دخل في سنه الرابعه وسنين من الابل ابن 6 سنين. وسفون ذلك الحياة أفضل من نسيانها ونسيانها أفضل من إناثها وإناثها أفضل من ذكور المعز وذكور المعز أفضل من إناثها وإناثها أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الرعد ثم المعز. ولا يجوز في شيء من ذلك أوراق ولا مضيلة ولا أرجاء بريء ولها ولا ألفاء التي لا شهر فيها وإذا فيها أي كله ولا مشقة الأمم إلا أن يكون يسير. وكذلك المتأوي وكثرة العلم إن كان يرمي فلا يجوز وإن لم يجري فذلك جائز. وليل الرجل الرجل بيده بعد زمن مالك بعد زمن أولاد يوم النحر ويوم النحر رحمة. ومن ذبح قبل أن يبدأ الإمام أو يظهر أعاد أمه. ومن لا إمام لهم فليتهروا صلى بأقرب الأئمة إليه وذبه. ومن رحى بليل أو هدى لم يجده. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وسلم وتسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد. الحمد لله الذي بعث محمدا ورحمة ونبوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله
أما بعد عباد الله هذا اليوم يوم عظيم الذي أمر الله بأفعال كثيرة أفعال خيرات كثيرة من التحليل والتكبير والتسبيح والاستغفار وصلة الأرحام وترحم على عباده ولذلك أمرنا بالرعايا لمنافعنا لا لمنافعه قال الله تعالى وإذ وأنا لإبراهيم وقال بيت ألا تشرك بي شيئا وأهل بيت للطائفين والعاطفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل رام يأتين من كل فج أمير ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما أرسلنا في أيام معلومات على ما رزق من بهيمة الأنعام فكلوا منها وعدوا البائس الفقير ثم ليقلوا تعفاسا وجوههم نورا ولقوه ببيت العتيق عباد الله واعلم ان الهدايا والهايا لا يشد الى الله شيء من لحم ولا جلد ولا دم كما يزعم الكفار قال الله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واعلموا الله لاول الأوتار كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كما لا ينال الله من الصلاه والحركات والسكنات ولا صوم شرب ومأكولات والمشروبات قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله من إلى وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظفارها وأشعارها وإن لذنبا يقول من الله بمكان قبل أن يقول في الأرض فطيبوا بها نفسا عباد الله ومن مستحبات هذا اليوم إذا صلى عيدا أن يرجع من طريق غير طريق الذي يأتي ومن مستحباتها أيضا أن يكبر صلوات المكتوبات 15 صلوات أولهم من ظهر هذا اليوم إلى صبح يوم الرابع وهو آخر أيام المنى وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن جمع مع التكبير والتهليل والتحميد فأحسن ويقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر لله الحمد نسألك اللهم أن تصلح أحوالنا وأحوال أولادنا ذكورهم وإناثهم وأن ترزق شبابنا ذكورهم وإناثهم بتربية الإسلامية وأن يكونوا مطيعين لله ورسوله ولأئمة المسلمين داعين لآبائهم وأمهاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل شأننا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بكثرة ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. غفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين. Alhamdulillah Allah sekalian yang selalu ajun juga baca malam antara malam sarsi. Kalau kita sudah kembali dari
ɗan salatin fatin goma goma. Allah abin da muka karɓi Allah musu ya shahadiyya game da wakan maza da mata yara da mai Allah gafarta musu kuma Allah mana alamun lafiya da zaman lafiya Allah alamun lafiya da zaman lafiya abu da nasu alkumin hadi kullihi آمين وآمين وعلمنا منه ولم نعلم ونعوذ من شر كله آمين وآمين وعلمنا منه ولم نعلم اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في دين ودنيا والاخره الحمد لله سيدنا ورسول الله فاتحه اللهم اصلح لنا وعصمك منه واسمع دنيانا لتكفى معاشنا واسمع اخرتنا التي لها معادنا واجعل حياه زيادتنا في كل خير واجعل الموت راحتنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. الله يسلم عليك المسلم فتعالى في تصيبه الله. Allah merujuk albarkar seluruh bayan makaranta Allah kawan lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali da gidajen da garuruwan mu da kasan baki daya wannan musiba Allah ka yi mai karshen ta Allah ka zama da mu lafiya Allah ka kiyaye mu dukkan sharri Allah ka ba mu dukkan alkhairi wannan idi kuma Allah ka mai ta mu karatun baban rabata Allah da Allah ka dawo da su lafiya Allah ka sa su iso lafiya sabon lafiya dan alfarman da Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ta mu Allah ka sanya albarka a cikin ta Allah ka sanya albarka a cikin Allah ka da wata al'amari Allah ka da dukkan bukatun da aka nuna Allah Allah subhanahu wa ta'ala da izzatu ma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi Fatiha da salatul Fatiha. اللهم انزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك كما انزلت على اوليائك وخصصت به اهل بيتك وارزقنا رب عزك وعلى مغفرتك وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء وارزقنا منك محبة وقبولا وتوبة نصوحة واجابة ومغفرة وعافية تعم العابدين والغائبين الاحياء والميتين اللهم لا تخيبنا بما سالناك ولا تهرمنا بما رجوناك وحفظنا فيما والممات انك مجيب الدعوات يا مجيب من دعا واستجب دعاءنا يا رب العالمين. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الى الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya kawo mana lafiya da zama lafiya bukatocin mu alkhairi Allah shi biya mana Allah ya ce mana zunuban mu Allah ya ce mana zunuban mu iyayen mu malaman mu Allah ya musu rahama ƴaƴan mu maza da mata Allah ya shirya mana su Allah ya shirya mana su Allah ya shirya mana su mutum da ke da
damun kasar nan Allah ya yi mana, Allah ya shaye mana, Allah ya shaye mana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Baik pada sisi ini Allah telah kawin dah hadir. Pada samawati wal ardi antari fidin wal ikra. Dan musliman alaikum bisalihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya menjaga Rasul. Alhamdulillah, alhamdulillah. وشو ملاهيه شنبيه اللهم صل وسلم على عين الذات الموجودة والبروج المصنع والياقوت ومئات الإيمان والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدنا رسول alhamdulillah muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala muna kuma godiya ga dukkan jama'a da sauran ainihin dukkan bayan Allah asali a matsayin da ake cewa wannan sallah mun take mu kama bayan Allah wajen kokar da wasu nauyi ta Allah ta musa kai da alheri da dukkan ayyukan da muke Allah ya sa karɓaɓɓu ne dukkan addu'o'in da aka mana Allah malaman nan suka mana Allah ya sa karɓaɓɓu ne Allah muna roƙonka da ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma muna roƙon Allah bisa ainihin jami'an tsaro da suke fama da wannan kare lafiyar mu da addinin mu da mutuncin mu Allah muna roƙon ka kuma Allah ya kare su Allah ka musu albarka Allah ka ƙara musu ɗaukaka Allah ka ba su nasara ko duk inda suka hawa domin kare lafiyar mu to Allah ya kare mu lafiyar su sauran shugabanni duk da suke shugabancin ainihin daga ɓangaren ainihin sarakuna ƴan sanda da sauran ainihin malamai masu da addini da masu haɗakar da mutane akan zaman lafiya a ƙasar duka to muna so Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tabbatar mana zaman lafiya kuma nan ibada da muka Allah ya sa karɓaɓɓiya ce Allah ubangi Allah ka fushi ibadar banza Allah ya ɗan uwan alhazai da suka tafi suna can yau sun je suna za su kwanci harami sai Allah yadda suka kwanci harami ka yafi musu dukkan zunubansu to mu ma Allah muna roƙo ka samu cikin su kamar yadda muka karanta hadisi ne na Aisha ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan gafarar da ake ma ɗan arfa yace su kaɗai manzo Allah ce a ballin nasi amatan saboda haka mai arfa ka saka amrin nasi amatan manzo Allah ce ballin nasi amatan na Aisha ta ce manzo Allah to wannan mutane arfa kawai ake wannan gawara duk mutane gaba daya to muna fata Allah ka samu cikin wannan gawara Allah ka yarda mana dukkan ibadodin da muka yi Allah ya saka da alheri ko kuma haka ɗan kwamitin da suke ɗaukar nauyin ibadoji hasali wannan masallacin da suke ɗaukar nauyin duk abin da ake a wannan to Allah ka musa ta yarda aljanna sai kuma ainihin shugabanninmu na addini hasali tun daga irin su Halifa su ma Salisu da Ibrahima da sauran dai malamanmu ga su da yawa wanda suka halittu wannan wuri wanda kuma suke mana fatan alheri muna fatan Allah ya masu jagora abinda suke buri na neman haɗin kan musulmi gaba ɗaya to Allah ya ba su nasara Allah ubangi Allah ya ƙara masu tauhaka alhamdulillah garin fatiha da salatul fatiha dukkan abin da muka roƙa Allah shi amsa mana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره إلى العظيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته وعيبا إلا سرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا ضعيفا إلا رزقته ولا دين إلا قضيته ولا أبيا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما كما على سيدنا محمد الذي تنهل بك وتنفرج القلوب وتقطع بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويتذكر الامام وجه الكريم على اله واصحابه كل لمحه ونفس وعيد كل ما علم لك رفعته الله سكر عنه الله يعلم الله يعلم